اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة تنحلي بها العقد وتنفك بها الكرب وتتفتح بها الأرزاق وننال بها الرضوان وتجزني بها في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ازيكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني من آخر فيديو قدمته. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة بسيطة جدا، سهلة وكمان سريعة وغير مكلفة على الإطلاق، يعني مش هتكلفنا الأكلة كلها 60 جنيه. تعالوا نشوف مع بعض الأكلة اللي احنا هنعملها النهاردة. لو عندك حبايتين بطاطس وحباية من البتنجان وقرنين فلفل هاتيهم وتعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه. أول حاجة هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. عندي حبتين من البطاطس ومعايا بتنجانة نص كيلو بتنجان رومي، نص كيلو وزن البتنجانة. هبدأ أقشرها كده بالمقشرة، يعني مش هقشرها كلها، يعني هسيب فيها قطع سمرة كده علشان طبعا القلية، وهقشرها بالمقشرة عشان ما اطلعش منها كتير. المقشرة ما بتشيلش من اللحم بتاع البتنجانة، بتشيل القشرة الخفيفة بس. تمام، قشرت كده البتنجانة بتاعتي. البتنجان ما شاء الله صابح وزي الزبدة. معايا كمان حبتين اتنين من البطاطس، تقدروا تحطوا الكمية اللي انتم عاوزينها. هبدأ اقشرهم كده واخرطهم برضو مكعبات علشان نبدأ ان احنا نطبق الوصفة بتاعتنا. معايا كمان كام قرن فلفل حامي وكمان بارد، طبعا علشان تطعم الوصفة. انا دايما بحب الاكل يكون مشطشط شوية. طبعا انتوا لو ما بتحبوش الاكل الحامي تقدروا تستبعدوا الفلفل الحامي، كنتوا تحطوا فلفل كوبي او تحطوا اي نوع فلفل بارد. تمام كده انا قشرت البطاطس وكمان قشرت البتنجان بتاعتي. طبعا البتنجان الرومي ما شاء الله من السوق اليومين دول واسعاره بدأت تنزل شوية. الاول كان ب10 جنيه، دلوقتي بقى ب5 جنيه، وكيلو ونص ب10. طبعا على حسب حجم البتنجان اللي انت هتجيبيه. طب لو انت هتجيبي بتنجان صغير ممكن تحطي بتنجانتين او 3 على حسب الحجم. دي حجمها نص كيلو. هبدأ اللي انا اطبق دلوقتي الوصفة بتاعتي. هجيب الطبق اللي انا هبدأ اخرط فيه البطاطس والبتنجان. اول حاجة هخرط البتنجان مكعبات علشان اقدر اقليه بكل سهولة. زي ما انتم يا حبايبي شايفين كده، هقطعه مكعبات او تقطعوا التقطيع اللي انتم بتحبوها، بس التقطيعة دي مناسبة جدا. وكمان ما بخليش السمك بتاع البتنجان رقيق علشان طبعا لما يتقلي يكون معايا القوام بتاعه متماسك. هنا هقطع كل الكمية زي ما انتم كده شايفين حبايبي. البتنجان من جوه مفيهوش بذر. البتنجان جميل جدا اليومين دول، وكمان البتنجان الاسمر ده مفيد للانيميا وكله حديد ما شاء الله، ممتاز جدا. تقدروا كمان تاكلوه لاولادكم من غير قلي ومن غير ان انتم تحطوه او تشووه. تقدروا تاكلوه لهم وهو اخضر كده، بيبقى جميل جدا. كمان بيكون مسكر في الايام دي. كده خلاص انا خلصت كل الكمية بتاعت البتنجان. طبعا البتنجانة ما شاء الله رميت لي كمية ممتازة. واقطع كمان الفلفل بقى. لما بقطع الفلفل بفتحه من قلبه وببص فيه، لان ساعات بيكون في بعض القرون بيكون فيه ديدان، ممكن ما ناخدش بالنا منها ونقليها. انا من الناس اللي لما بقطع العين بفتح قرن الفلفل وبقوم بصه في قلبه، لان في ناس بتغزه كده بالسكينه او بتشكه بالسكينه وخلاص وتقليه على كده وما بتبصش في قلب قرن الفلفل اللي هي بتعمله. كده انا قطعت البتنجان وكمان قطعت البطاطس والفلفل. البطاطس كمان اقطعها مكعبات، مكعبات تكون سميكة شوية، يعني ما تكونش مكعبات رفيعة. أكلة بسيطة وسهلة وجميلة. هنروح كده على البوتاجاز. معايا الصينية أو الطاسة اللي أنا هعمل فيها، هحط فيها شوية زيت وهبدأ أنزل أول حاجة بالبطاطس علشان أقليها. وفي الوقت ده كنت ضربت رتل من عصير الطماطم وجهزت، وكمان دقيت راس من الثوم.
ما شاء الله البطاطس معايا على طول لان الزيت قدح. انا بحمرها يعني ما بحمرهاش قوي، بديها اللون الجلد الخفيف دوت بيكون جميل جدا. وهبدأ كده على طول اشيلها واحط بقية الكمية. وهنا كنت عفرت الدقيق البتنجان تعفير الدقيق كده علشان لما اقليه يكون القوام بتاعه مظبوط. تعفير الدقيق خفيفة جدا، ما تكتروش الدقيق، وبعدين لما تعفروا بالدقيق ما تقلبوهوش. وهنا خلاص كنت قليت البتنجان والبطاطس والفلفل. ما شاء الله البتنجان ده طعم وسكر كده، يعني هو لوحده كده كفاية. هنزل براس توم مدقوقة، وبعد كده هنزل برتل من عصير الطماطم. معايا كمان بابريكا، فلفل اسمر وكمون، ونص مكعب مرقة، نص معلقة من السكر وملح علشان اظبط الصلصة بتاعتي. وهنا كده جبت نص كيلو من اللحمة اللي هي الكفتة الجاهزة اللي بتتباع في السوبر ماركت، جبته ب50 جنيه. وقطعت شرايح بصل وطماطم وفلفل. وقمت على طول قلت بقى اعمل لهم غدوية سريعة كده، وكمان بيحبوها ومش هتكلفني حاجة. يعني نص كيلو لحمة دوت انا جايبه ب50 جنيه. وطبعا البطاطس والبتنجان مش هيتكلف 10 جنيه، لان بيتم البطاطس ما يجوش ربع كيلو، ونص كيلو بتنجان ما يجيش ب2 جنيه ونص او ب3 جنيه. يعني الاكلة كلها مش هتتكلف 60 جنيه، وهنعمل اكلة حلوة ما شاء الله جميلة. كلوا واتبسطوا وكانت طعمها زي العسل. طبعا اللحمة الكفتة الجاهزة دي بقى بتتباع دلوقتي في السوبر ماركت وفي كل المحلات، يعني بتكون موجودة. لأن طبعا اللحمة بقت غالية، الكيلو وصل دلوقتي 400 جنيه. فطبعا ما بنقدرش ان احنا نجيبها من وقت للتاني، فممكن اجيب الكفتة الجاهزة دي، بتكون حلوة وسريعة برضو وسهلة، وكمان بيحبوها وطعمها بيكون ما في، يعني بتبقى فيها نسبة فول صويا كتير شوية، لكن طعمها ما بيبانش. حطيت نص مكعب من المرقة، وحطيت عليها نص كوباية من المية. هنا خلاص التغذية بتاعتي اتسبكت، او التسبيكة بتاعتي خلاص جهزت، بقبقت اهيت وريحتها كانت قلبة الدنيا. هبدأ دلوقتي انزل بالكمية البطاطس وكمان البتنجان والفلفل اللي انا قليته. طبعا انا حطيت ربع معلقة من الشطة الناشفة، وكمان معايا قرون فلفل دي حامية. كنت طبعا قليها في زيت، والزيت كان فيه نسبة حموض، يعني هي الحموض بتاعها جميل جدا ان انت تستطعميه، ما يكونش الحموض جامد اوي اللي انت متعرفيش تاكلي الحاجة. وهنا خلاص سبتها دقيقتين كده وانا واقفة جنبها، وخلاص هطفي عليها النار. ما شاء الله جميلة وحاجة زي العسل، هي لوحدها كده والله كفاية. تستاهل طبعا بق كل حبايب قلب. وهنا رحت عند الكفتة. خلاص الكفتة اول ما غليت هديت عليها النار، جميلة برضو. اديتها رشة فلفل اسمر، طبعا انا ما بحطش عليها ملح ولا اي بهارات، هي بتيجي كده جاهزة من السوبر ماركت، وبقوم على طول مصبعاها أكلة سريعة كده وخفيفة. وطبعا بيحبوها. في كمان لحمة الحواوشي، وهنا خلاص على بال ما الأكل يستوي كان طبعا شفش الخلاط وكل الحاجة اللي أنا بدأت عملت فيها الأكل. هبدأ على طول أصبن الحاجة اللي على الحوض. وهنا خلاص الكفتة معايا استوت، أنا ما بحطش فيها أي مادة دهنية، هي منها فيها كده بتنزل الدهون وتنزل كل حاجة. طبعا ريحتها جميلة جدا وكمان طعمها أجمل. لو عندك حتة دهن ده تقدري تحطيها تحتها، بتدي طعم مميز. وهنا ولعت فحمة علشان اديها طعم الفحم واظبط الأكلة بتاعتي. لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما حطيتوش اللايك، حطوا اللايك بسرعة. كمان لو أول مرة تخشوا عندي على القناة اعملوا الاشتراك في القناة علشان توصل لكم كل الإشعارات الجديدة. واكتبوا لي كومنت بالصلاة على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. وهنا خلاص هطفي الفحمة، وهدخن اللحمة. ما شاء الله كانت ريحتها جميلة وطعمها ممتاز جدا. هبدأ أكتمها كده بالصينية. والمسقعة بتاعتي التحفة دي حاجة روعة. وغسلت ربطة جرجير كده، وكمان شطبت الحوض. وطبعا كان يوم جميل، روتين سهل وبسيط وخفيف. قدمت أحلى غدا ما كلفنيش إلا 60 جنيه، يمكن أقل كمان. ما شاء الله حاجة جميلة، وعملنا غدا كويس وكمان ما شاء الله ممتاز. وكمان طلعت ليمونتين كده من البرطمان لسه مخللاه بقالي يومين، بقاله 3 أيام كده.
ما شاء الله طبعا بألف هنا وشفا لكل اللي كل منه.